دايما بيبقى عندنا سؤال واحد: ليه الدولة أما بتيجي تشجر مش بتعمل أشجار مثمرة؟ ولكن المفاجأة هنا في العاصمة الإدارية تحديدا في الفنون والثقافة، في أشجار خوخ مثمرة موجودة هنا. أعتقد دي مانجا، ولكن الأولانية اللي كنت واقف عندها دي كان خوخ. دي مانجا أعتقد الورق بتاعها. فكرة عظيمة. يعني ليه ما نعملش حاجة زي كده؟ ليه ما يبقاش مثلا عندنا يعني بدل ما احنا انا عارف ان الاشجار المثمره او اللي هي بيبقى فيه من وراها فاكهه محتاجه اهتمام اكتر، ولكن اعتقد بما ان ده نجح فسهل ان انت تعمله. يعني اكيد الناس اللي هي المتخصصه او اللي فاهمه الزراعه تقدر ان هي تفيدني اكتر، او ان هي تقول. اعتقد دي برضو مانجا. يا بص اهي، مانجا اهي مثمره اهي، تمام. فاللي يخلينا يبقى احنا كده، ما هو يعني ما يعني بدل ما احنا ما نزرع اشجار ملهاش جدوى اقتصاديه، او اللي هي هتجيب بس اكسجين وكده. طب ما ده هيدي اكسجين وهيدينا ثمار في النهايه، هي اكل بني ادمين يعني. اعتقد يعني دي فكره حلوه قوي قوي معموله هنا في العاصمه الاداريه. طبعا يعني حاجه حلوه انا ببقى شايفها، فقلت بس كده نعمل فوكس عليها ونوريها لكم. وعدد كبير من اشجار المانجا موجوده هنا، فيعني ان شاء الله. بس ما شاء الله اللهم بارك. حاجه اهي، بص بصوا، اللهم بارك. وطبعا المونوريل مش بعيد اهو، محطة مترو، محطة المونوريل اهي خلاص. وادي الفنون الثقافة، وكمان ال ار تي برضه اهو. وعدد ضخم بقى من اشجار المانجا والخوخ. يعني برضه كان اول واحدة كانت خوخ موجودة، ودلوقتي ده ثمار المانجا، اشجار مانجا. اللهم بارك. اهتمام اكتر مش مشكله، يعني كده كده الناس القائمه تقدر ان هي تعمل حاجه زي كده. طب واحنا ما نعملش ثمار او اشجار زي كده، تبقى بدل ما احنا نحط مثلا اللي هو الحاجات اللي هي بس تدينا اكسجين وتظلل بس، لا انا احط اشجار مانجا وحاجات مثمره بالشكل الحلو اللي قدامكم ده. سلام.